وفي يوم آخر من عام آخر في محافظة تعز زاره إلى منزله صحفي تونسي يعمل بمؤسسة الجزيرة الإعلامية. يقول: استقبلنا الرئيس اليمني في نهار رمضان مبتسما بجنبيته وعصابة رأسه، أدخلنا إلى مجلسه لنظل بعدها نتحدث معه حتى أذن المغرب، ليقوم الرئيس بخدمتنا بنفسه. قدم لنا التمر والعصير ثم قام ليؤمنا في صلاة المغرب، وصلى الجميع وراءه إلا المخرج العراقي عماد بهجت وهو مسيحي. انتهت الصلاة ثم التفت نحونا صالح وسأل بشكل مفاجئ: أخي عماد، أنت سني أم شيعي؟ ابتسم وقال: والله يا سيد الرئيس، أنا لا هذا ولا ذاك، لأتطوع أنا بالقول أخونا عماد مسيحي. ضحك الرئيس وقال: ممتاز، لتبقى كما أنت، بلا سنة بلا شيعة بلا وجع راس. لنقم لنتناول الطعام، وعلى المائدة كان هناك ما لذ وطاب. وكان الرئيس مرة أخرى هو من يخدمنا بنفسه أيضا، يقطع اللحم بيديه ويقدم لنا أطيبه ويلح علينا في التذوق من كل الأطباق. بعد العشاء قام ليصب لنا الشاهي بيديه، كان يعطينا كؤوسا فارغة بينما هو واقف ليصب لنا فيها من إبريق الشاي. كان إنسانا عاديا لا يمكننا وصفه بأكثر من هذا. بعدها أجرينا المقابلة وهممنا للمغادرة، ليودعنا بنفسه حتى باب المنزل ويسلم علينا جميعا. وفي الأخير ابتسم نحو عماد بهجت وقال له ضاحكا: لا تنسى يا عماد، مثل ما أوصيتك، لا سن ولا شيعة ولا وجع راس.